السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. بصوا يا جماعة النهاردة بقى الدورة بتاعتنا ما شاء الله الله أكبر، دول دورتين في دورة عمر 12 يوم ودورة عمر 6 أيام. بصوا منظرهم ما شاء الله الله أكبر. أنا خلاص وسعت لهم، كنت حاجزة اللي عمر 6 أيام على جنب لحد ما يخلص علاج ال6 أيام بتاعته. شايفين ما شاء الله، هو الفرق باين اهو، الصغير من الكبير، عمر 6 ايام من عمر 12 يوم. شايفين ما شاء الله. انا حوشت كده الحاجز اللي بينهم وخلاص كده اوسع عشان ما يبرموش مني كده وما يكبروش. لا قلت كده نوسع بقى كده خلاص. وهما الاتنين كده بياخدوا نفس العلف. علف نامي، علف بيت تركيز 23%. خلاص نسيبهم كده مع بعض شوية، وما ينفعش ان احنا يعني اضايق عليهم عشان بس يكبروا معايا. شايفين الانتشار ما شاء الله. خلاص خفيت الدفاية في النهار، ما بشغلهاش الدفايات. اديكم شايفين الانتشار، شايفين كله كده، كله كده كل واحد في مكان، كل واحد في مكان. الله اكبر. يعني مفيش، الدفاية مكفولة والدفاية التانية مكفولة، مش محتاجين خلاص في النهار دفايات. بشغلها لهم بس على وش الفجر كده ممكن، او الساعة 3 بالليل ببتدي ان انا اشغل الدفايات، علشان في الفترة دي الجو بيسجل. هنوزن النهاردة الرومي يا جماعة معاكم، عمر 3 شهور برضو، وهوريكم شكله. وزنه وصل معانا كام عمر 3 شهور، زي ما وعدتكم ان احنا كل كام اسبوع كده هنوزن الرومي ونشوف وصل لغاية فين. بصوا يا جماعة شكل الدورة ما شاء الله الله اكبر. انا هنا طبعا الدورة الكبيرة، فاكرين لما قلت لكم في دورة عندي كانت 10؟ بس المشكلة عندي هنا انا عاملة الحاجز ده، اللي بيطلعوا الصغيرين بيجوا عندهم. شايفين انا حاطه هنا البط، وحاطه هنا الفراخ البيضة. دول عمر 3 اسابيع تقريبا، وزنت منهم كان كيلو 150 وكيلو 200. ما شاء الله الحمد لله ان هي جت على كده. بص الصغير داخل عندهم، ناطط من على الحاجز دوت وداخل عندهم. فاكرين لما قلت لكم انا كنت محضنه 20، صاحبتي خدت 10 وانا خدت ال10 التانيين. نزلتهم هنا وخليتهم هم والبط مع بعض هنا، بعيد عن الدورة دي، بعيد عن الدورة دي. يعني دول لوحدهم ودول لوحدهم. بصوا يا جماعة انا عايزة اتكلم معاكم في حتة بالله عليكم اليومين دول خلي بالكم، علشان الجو برد وابتدى يسجع، ونخلي بالنا من حتة النظافة، علشان الكتمة مع ريحة الأمونيا هتجلب معاكم بأمراض انتوا في غنى عنها. نحاول على قد ما نقدر نغير المية على طول، ما نكتمش خالص على الفراخ بتاعتنا. ما ننزلش ما نسيبش الفرشة مش نظيفة على طول كده. نغير، هتحسوا بتغيير الفراخ هتشم نفسها كده والدنيا هتتظبط معاكم. لكن لو لا قدر الله في عطسة بسيطة وفي الموضوع ما فيهوش مش نظيف، هتلاقوا ريحة جلبت عندكم بأمراض لا قدر الله، والدنيا هتجلب معاكم، يبقى احنا في غنى عنها. عايزين بقى دلوقتي انا اوزن معاكم الديك الرومي. ادخل بس الديك الرومي هنا عشان الإضاءة، لأن بره الإضاءة واطية خالص، مش هتاخدوا بالكم منه. هدخل لكم الديك الرومي هنا ونوزن كده ونشوف على وصل لكام على خير ان شاء الله على عمره 3 شهور. عايزين نشوف وزنه وصل كام ونشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي. خليكم معايا كده اظبط الدنيا ونرجع نوزنه كده. جبناه يا جماعه كده، ربنا يستر بس ما يدوسش على الفراخ كده. جبناه، هنشوف نوقفه على الميزان كده ونشوف
ربنا يستر ويوسع الدنيا. بس هو هيدي اخته البربرة هي اللي شقية. يلا اطلع، بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع انت هيدي، اطلع اطلع، اقف، اطلع، بسم الله الرحمن الرحيم، اطلع، اي اطلع، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين؟ شايفين الوزن؟ يعني خلاص دخل على 10 كيلو، عمر 3 شهور. الله اكبر. وزن الديك الرومي عمر 3 شهور، خلاص يعني دخل على 10 كيلو. يعني يعتبر كده 9 كيلو 900 جرام. 9 كيلو 900 جرام. بس هو عشان ايه، لو اتحرك كده وكده خلاص هتيجي ايه 900 جرام. ما شاء الله، الله اكبر. وزن الديك الرومي عمر 3 شهور، يعتبر كده 10 كيلو. هو 3 شهور بالظبط. ما شاء الله، الله اكبر. شايفين؟ عقبال كده ايه ما نشوف، نطلع كده بره. يلا تعالي تعالي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا، تعالى هنا، تعالى هنا بره. لا تعالى بره، بره. تعالى ما تخافش. طلع، اطلع يلا. احنا بس ايه كده. يلا يلا، خلاص خلاص خلاص. يلا اطلع، اطلع مكانك. اطلعه وارجع تاني. بس كده ايه، طلعته الحمد لله. كان ايه ممكن يدوس عليهم كده ويلخبط لي الدنيا. شايفين خلاص البط المسكوفي شويه كده، وبقى يطلع بره خلاص على طول. مش هيقعد تاني في الاوضه، علشان ده لو سبته بيغرق لي الدنيا ميه. يعني هم عايزين يشربوا دلوقتي، هحط لهم ميه. بصوا بصوا على الجيركن، عارفين ان انا ايه هحط لهم ميه منه. بصوا رايحين هناك عند المسجة، او هي فاضيه، عامله لهم دلوقتي عطشانين جدا. ما بيحبوش الميه فاضيه، يعني هما ما يصدقوا يلاقوا ايه شويه ميه بيغرقوا الدنيا. انا كده هطلعهم بره. بس هما صراحه ايه المسكوفي ما بيغرقش الدنيا برضو زي البيور. البيور مشكله في حكايه الميه. وادي دورتنا خلاص. دول ايه ما شاء الله كلوا وناموا. شايفين؟ الله اكبر. الحمد لله ما فيش عندي ولا نافق فيها خالص الدوره دي، ولا ايه ولا كتكوت نافق، لا في الكبيره اللي عمره 12 يوم ولا الصغير عمره 6 ايام. ما شاء الله. على فكره يا جماعه الديك الرومي والله العظيم انا بوكله خلطات من البيت عادي جدا، لان انا عايزاه يبقى ايه، لان ده ليا انا عايزاه يبقى لحمته حمراء. بوكله خلطات من البيت وبصل وجميع ايه انواع الاكل يعني بتاع البيت كلها. ما فيش مشكله عندي خالص، بوكله. بص انا دول خاربين الدنيا وعايزين يشربوا يا عيني. اسقيهم. بص انا بحط لهم ايه، خلاص نزلت لهم خل التفاح. نزلت خل التفاح كده، بنزله على طول خلاص للدورات الصغيرة دي، وبنزله للدورات الكبيرة. تمام. بشتغل بيه على طول الفترة دي يومين في الأسبوع، يعني يكون اليومين متفرجين عن بعض، ما يكونوش يومين ورا بعض. يعني يومين زي مثلا سبت وتلات، حد وأربع، زي اتنين وخميس، يكونوا اليومين بعيد عن بعض. بنزل نص سنتي على اللتر، على اللتر مية. يعني لو السجاية 6 لتر ممكن أنزل عليها 3 سنتي. لو السجاية 4 لتر بنزل عليها 2 سنتي. ما شاء الله بيفرق معايا جدا 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 في عسر الهضم والوزن، وبيظبط معايا الدنيا. هو ده اللي بنزله للفراخ البيضة. ولو عايزين برضو ايه للفراخ العادية يعني البلدي وكله يشتغل معاهم ويظبط الدنيا. بس انا بنزل دايما للفراخ البيضة، بيظبط لي صراحة الاوزان للاخر ايه، لاخر الوقت بتاعهم يعني. يا رب كده ايه الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ما تنسوش ايه الاشتراك في القناة لو انت اول مرة تدخلوا. ما تنسوش كده تفعلوا الجرس. ما تنسوش ايه اللايك. يلا عشان دول خاربين الدنيا كده، عشان ايه نسقيهم.
واقول لكم كده ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.